مسجد الظاهر بيبرس البندقداري. الظاهر كده ان احنا ما نعرفش اصلا مين الظاهر بيبرس. طب تعالى وانا اقول لك. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام بصحه كويسه. وبكل بساطه انا رشا حسن، ودي حلقه من سلسله الاثرجيه. الظاهر بيبرس السلطان اللي عمره ما انهزم، كان قائد عظيم وقدر يفرض شخصيته على كل اللي حواليه. مش بس كده، ده كمان حارب الصليبيين والمغول، ومن كتر اللي شافوه منه كان اول حاجه عملها الانجليز والفرنسيين لما جم احتلوا مصر ان هم يخربوا المسجد بتاعه. كان حارقهم. الفرنسويين حولوا المسجد بتاعه لسكنه عسكريه للجنود والاسلحه بتاعتهم، اما الانجليز فحولوه المذبح، ومش اي مذبح، ده مذبح للخنازير. المؤرخين اعتبروا ان بيبرس هو المؤسس الحقيقي لدوله المماليك. ولما جه بيبرس اتولى الحكم كانت وقتها مصر بتمر بظروف اقتصاديه صعبه قوي، فقال لك بقى ما بدهاش، فقدر بذكائه انه يتغلب على العقبه دي وحسن كتير من الاقتصاد المصري. غير بقى اللي عمله في البنيه التحتيه ما اقولكش، ده غير انه بقى فتح الازهر للصلاه والتدريس من جديد. ما انا نسيت اقول لك ان الازهر كانت قفل خالص ايام صلاح الدين. بيبرس البندقداري، يا ترى ده ليه علاقه بالبندق ولا يمثله بصله؟ تسميته بالبندقداري ترجع انه اتولد في مدينه بندقداري في تركيا، وبالرغم من سيطرته على زمام الامور في البلاد وذكائه وحنطته وبسالته وشجاعته، الا انه اتنازل عن الحكم لابنه الاكبر، وقال لك بقى هو الواحد هياخد زمن وزمن غيره، وقعد شايف ابنه سلطان على مصر لمده 10 سنين، لكن عمره ما قال له ما يحكمش. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوه كتير من الاثرجيه. باي باي.